هذا الأمر، هذا القرار التاريخي ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لما كان عليه السلف. أولم يمنع أبو بكر الصديق الأمة ألا تضحي؟ فما ضحى أحد منهم. عمر بن الخطاب ألم يأمر الأمة بعدم التضحية وذبح الأضاحي لعزمة من العزمات ولسنون وسنين في عجاب؟ فلماذا يا مغاربة تجاوزتم هذا القرار؟ فما قيمة العمارة وما قيمة البيعة التي في أعناقنا إن لم تطع هذا الأمير؟ وربنا يقول لك أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. بالله عليكم أين عقولكم يا مغاربة؟ غدا ستجنون ثمار ما خالفتم به أمر أمير المؤمنين، بل أمر الدين.